طب وبعدين البلد دي تروح فين؟ وانا عندي تجربه في انتخابات الزمالك، قلت قبل ما حد ينتخبني اهو، الفاسد يعمل حسابه ما ينتخبنيش، الفاشل ما ينتخبنيش، اللي جاب المحسوميه والاعضاء في ما ينتخبنيش، والناس جابتني. بقول من دلوقتي اهو، بلد كلها مشاكل. عندنا مشاكل في الاميه. عندنا مشكله الطفل. ودي مشكله كبيره للاسف كل مستهتر بيها. اطفال الشوارع دول قنبله موقوته اللي تحت الكباري. عندنا مشكله العنف بين الاطفال. واحنا شفنا دلوقتي العنف اللي بيحصل، جرائم الولاد اللي رموا البنت زينب في بورسعيد، ده طفل المفروض 15 سنه، ده المفروض طفل. عندنا تسريب التعليم من الاطفال. عدد كبير من الاطفال ما عادش بيتعلم دلوقتي. عندنا مشكله المراه المعيله. المراه دلوقتي عدت 60% من المجتمع، ومع ذلك بتعامل درجه ثانيه في الشغل وفي العمل، تيجي تشتغل ملهاش دور سياسي، مهمشه. عندنا مشكله الاقباط المصريين. لن يسمح ان حد يحرق كنيسه. لن يسمح ان حد يقطع ودن قبطي عشان قبطي. الكلام ده فين؟ دينه عند ربنا. وبعدين الفتره اللي احنا اللي فاتت قالوا مشروع اسلامي. خمره اتمنعت؟ لا، انا بقول اهو، كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى انا حرمه بقانون. خمره ربنا حرمها هتتمنع بقانون. ما عملهاش الرئيس المؤمن المسلم. قلت من الوقت عشان جماعه الخمرجيه ما ينتخبونيش. بقول واضح. بجد يعني. كل ما حرمه ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم وفي الانجيل وفي التوراه، لانه المحرم في الانجيل هتلاقيه محرم في التوراه، هتلاقيه محرم في القران الكريم، لان الثلاث رسالات جايين من عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن يقول لك انا بحرم، انا مشروع اسلامي، عشان كده بخاطب الشباب المنتمي لجماعه الاخوان المسلمين